سورة الواقعة من الصور اللي بتخليك تعيش أجواء يوم القيامة. الصورة دي مش بتوصف لك بس، لا دي بتحطك في المشهد كأنك شايف بعينك مين في الجنة ومين في النار، ومين واقف لا عارف يضحك ولا يعيط. ركز معايا عشان نرجع قلبنا لربنا سبحانه وتعالى. والنهاردة هنتكلم عن صورة من أعظم الصور اللي بتوصف لك يوم القيامة، صورة الواقعة. الصورة اللي نزلت في مكة وكان هدفها الأساسي تثبيت الإيمان في القلب، وخصوصا في الوقت اللي كان الكفار بيكذبوا بيوم القيامة فيه. تعالوا نغوص شوية في سورة الواقعة وناخد منها 3 وقفات توقفنا قدام الحقيقة. أول آية بتقول إذا وقعت الواقعة، يعني يوم القيامة لما يقع. ربنا هنا ما قالش لو وقعت الواقعة، ده قال إذا وقعت الواقعة، يعني أكيد هتقع. الآية اللي بعدها على طول بيقول ليس لوقعتها كاذبة، يعني لما تحصل مفيش حد يقدر ينكرها مهما كان. بدأت الآية توضح إن في لحظة كلنا هنقف فيها وكل واحد هيتفرز، خافضة رافعة. يعني يوم القيامة في ناس كانت مرفوعة في الدنيا هتتهز وتتهز، وناس كانت مكسورة ومتواضعة ربنا يرفعها في أعلى الدرجات. نيجي عند التقسيم المرعب اللي في الصورة، وده اللي بيخلي الصورة ترعب القلب والله. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكنتم أزواجا 3، يعني كل البشر هيتقسموا 3 فئات بس: أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. نيجي لأصحاب اليمين، ودول ناس اللي خافوا من ربنا وأمنوا وعملوا الصالحات. لما تسمع كلمة أصحاب اليمين ما تتخيلش إنهم ناس كانوا بيعبدوا ربنا كده بالعافية أو بالعادات بس. واحد من أصحاب اليمين ممكن يكون كان بيقوم الليل حتى لو ركعتين، بس كان بيبكي وهو بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خايف ربنا يسلب منه الهداية رغم إنه مهتدي. واحدة من أصحاب اليمين كانت ممكن تبص لأصحابها اللي كانوا ماشيين في طريق المعاصي وتحمد ربنا وتدعي لهم وتخاف تكون إنها يوم القيامة تكون مكانهم، تقول يا رب ثبتني، يا رب ما تسلمنيش لنفسي. شاب كان كل ما يسمع عن النار أو يقرأ آية فيها عذاب قلبه يتوجع، مش بيقول أنا بعيد عن ده، بالعكس بيقول يا رب سلم، أنا مش ضامن نفسي. خوف بيخليك تقف تصلي وتصوم وتستغفر من قلبك. خوف خلى ناس زي أصحاب اليمين يوصلوا للجنة وهم مرعوبين يكونوا مقصرين مع ربهم سبحانه وتعالى. حسن البصري كان بيقول المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. يعني المؤمن يعمل الصالحات ويخاف، والمنافق بيعمل السيئات ويطمن. فأصحاب اليمين دول ناس كانوا دايما بيقولوا يا رب تقبل، مش عارفين عملنا ده طالع ولا مردود. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف أصحاب اليمين قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم في سدر مخضود وطلح منضود، جنة ونعيم وراحة أبدية.